ماما. دايما حازم بيهزر في فكره انه الوسطاني ما بيتحبش قوي زيي، او انا عشان الكبير فانا ماما بتحبني اكتر منه، او سيف بيتدلع اكتر منه. دايما بيهزر في الحته دي وبناخد الموضوع بافيه وبتاع وكلام من ده. بس انت فعلا عمرك حسيتي ان هو ممكن يكون حاسس بكده في الحقيقه؟ ملحوظه ان دايما يقول لك ان 70% من الكلام الهزار بيبقى جد. ده ملحوظه على الفيسبوك كده، زي 80% من الدبان ما بيشوفش الحاجات دي. هو عارف كويس قوي قوي ان انا بحبه، وعارف كويس قوي ان كل الحاجات دي هزارات وضحك وكده. هو بس بيحب يتك عليها لانها بتحكي ليه؟ بتكذب. لا هو متاكد، انا عارفه كده ان هو عارف كويس قوي مكانته عندي، وعارف هو عارف انا بحبه. بس انت تفتكري تسلل له احساس ان انت بتحبينه اكتر منه ساعات؟ في بعض المواقف هو مش قادر ينساها، فدي بتبقى دايما مزعلاه ومأثره فيه. وانت شايفه انك غلطت فيها ولا دي شايفه ان هي حاجه طبيعيه لاي ابن وسطاني؟ لا انا شايفه انها طبيعيه، بالعكس ده حازم خد وقت لانه كان له ظروف معينه كده في بدايه حياته، يعني ظروف صحيه معينه، فكانت مخلياني مهتميه بيه اكتر من اي حد فيكم. فالموضوع لا خالص، هو مش كده. هو بس ممكن الاهتمام الزياده ده لما رجعتي ما تهتميش او ترجعي شخص عادي. لا خالص ده الموضوع ما كانش فيه كده، لان هو الاهتمام بص يا سيف، كل واحد فيكم له الاهتمام بتاعه بالطريقه الخاصه بتاعته. يعني احنا ما نقدرش ننكر يوم ما احنا عملنا له الحفله بعد الثانويه العامه قد ايه هو كان فرحان ومبسوط، ما كانش متوقعها. فاعتقد ان دي لو حتى كان في نفسه شيء فهي محت كل حاجه واكدت له ان احنا بنحبه. انا شخصيا مبسوطه بالحفله، كل ما افتكرها بحس بسعاده، لان كانت حلوه قوي. كانت حلوه بصراحه، كانت مميزه وكانت مختلفه. يعني انا وسيف ما كانش حصل لنا حفله زي كده بصراحه. ده حقيقي. هل عمرك عملتي حاجه زي حفله او حاجه مخصوص لحازم باحساس، يعني هو اكيد انت عاوز تعملي له الحاجه دي عشان تبسطيه وكده، بس جالك احساس اكتر انك بتعملي له كده؟ لا خالص والله، لان ده حقيقه. هي احساسها بالذنب. فانا بقول لك هل انت حسيتي بالذنب في اتجاه النقطه دي من كتر ما هو بيهزر عليها؟ انت عملتي حاجه مخصوص عشان تساعديه في لا خالص. طب اشمعنى هو بتاعته كانت احسن حفله؟ الوحيد اللي اتعمل حفله. ليه اشمعنى حازم الوحيد؟ او هقول لك انا ليه. اولا انت اتعمل لك عيد ميلادات كتير وانت صغير وانت كبير كمان، وكانوا اصحابك بيجوا، لان احنا عيد ميلادك كان في شهر 3 واحنا كنا بنبقى هنا ايام الدراسه. سيف برضو نفس الحكايه، اتعمل له وجاله حاجات هدايا مميزه جدا هو كان عايزها وحبيبها. حازم كل مره عيد ميلاده كان دايما بيجي واحنا عند بابا هناك في السعوديه، فكانت هي دي السنه الوحيده يعني جه عيد ميلاده بعد نتيجه الثانويه العامه. وطبعا نتيجه الثانويه العامه كنت اتمنى ان هو يعني مجموعه كان يبقى اعلى من كده علشان هو ينبسط اكتر من كده، لان هو فعلا بذل مجهود كتير قوي. فحبيت ان انا افرحه بالاثنين، يعني عيد ميلاد مميز جدا وفي نفس الوقت حاجه هديه علشان اقول له ان انا فرحانه بتعبك في الثانويه العامه، ومن الزعلان ان انت جبت مجموعك ده ما جبتش اعلى من كده. بس طيب السؤال بتاعي بقى ايه هو بقى يا ماما بقى؟ دايما كنت لما نيجي نتكلم بشكل عام تقولي ان حازم اقرب شخصيه ليكي كده. حازم انت تحسي شخصيته شبه شخصيتي، قريب ليه، عشان كده ساعات يعني كنت بتعملي حاجات خاصه وكده. دي كانت حاجه بتفرحك ولا حاجه بتقلقك ولا حاجه بتزعلك احيانا؟ لا هو على قد ما انا طبعا هو بتحسسه كده. طبعا مش هتكلم على يعني المزايا ولا العيوب بتاع الشخصيه بتاعتي، بس هو بشكل عام. ما هو ماشي، ما هو بشكل عام هي فيها كان فيها ميزه. الميزه ديت ان هو ان انا عارفه ان هو يعتمد عليه، وعارفه ان هو بيبقى عارف هو بيعمل ايه، مش بيلف ويدور حوالين هدف. هو له هدف محدد فعايز يوصل لهدف محدد. بس انا عارفه من عيوب الشخصيه دي بقى اللي هو زي ان هو بيلوم نفسه كتير، ان هو لما بيتعصب بيبقى قد ايه بيتألم من جواه. فطبعا انا تخطيت كل المراحل دي في سني دلوقتي، يعني تخطى ال50. تخطيت المراحل دي، خدت بالك؟ لا خدت زيك ثقه. انا تخطيت المراحل دي، ما بقتش اغضب انا لا انا لازلت بغضب وبزعل وكل حاجه، بس ما عادش عندي يعني عندي القدره دلوقتي ان انا اواجه وان انا اقول انا زعلانه، او بلاش خالص، عندي القدره ان انا انزل حالا اهوت خلاص انا اتضايقت فانا بقفل الحوار مع ايا كان الشخص اللي قدامي. لكن حازم لسه في سنه الصغير، لو انا بستفزه هو مش هيقدر ان هو يعاتبني او ان هو يسيبني ويمشي، او ان هو يدخل يقفل على نفسه الباب عشان انا ماما، او علشان في حد اكبر، او علشان هو غضبان من حد. انت فاهم؟ فانا ببقى حاسه قد ايه هو بيتعذب وبيتألم من جواه ان هو غضبان، لان الغضب ده حاله صعبه يعني فعلا. بيديلهم اجر وثواب، والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس. فعشان كده انا ببقى حاسه بيدي اللي بيقدر. ما انا عارفه يا عمر، ما انا بتكلم على كده ان فكره ان انت ما هو حازم، انا استفزيت حازم او انا عملت له موقف او بابا او حد كبير، فهو غصب عنه هو ساكت. فقد ايه بيبقى الموضوع صعب. عشان كده انا بقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى عشان عارف ان الموضوع صعب، عشان كده يعني بيديهم اجر وثواب اكتر. مش بتكلم ان احنا بنعمل حاجه زي كده. فعشان كده كان دايما بحاول ان انا الطف الموضوع، او لو حد مثلا عليه او كده بحاول ان انا ابقى معاه دايما سواء هو غلطان او مش غلطان. وبعدين لما بيهدى حازم انا بقدر اتكلم معاه وكده فهو بيستجيب. لكن وقت الغضب ده ما ينفعش ان حد يكون عنده عصبي وهو يجادل معاه او يقف معاه
معاه او ان هو كده، او حتى يتعامل ببرود قدامه. ايوه، فانت برضه ما جاوبتيش ده كان بيفرحك ولا؟ انا عارف ده معناه ان انت كنت بتعرفي تتعاملي معاه، لا ما اقصدش ده كان بيفرحك ولا بيزعلك؟ كان جزء منه بيفرحني عشان انا عارفه ان هو بيتحمل المسؤوليه، وبالتالي انا لو انا مش موجوده حتى مسؤوليتك انت ومسؤوليه عمر. يعني افتكر موقف انا هذكره بقى، حازم لما كان في الثانويه العامه واحنا كنا في السعوديه، فحازم عايز ينزل مصر عشان دروسه، فعمر قال لك ايه انا هنزل علشان يهتم بيه، ولكن لما نزل بالفعل مين اللي اهتم بالبيت؟ حازم. مين اللي كان مهتم بالاكل؟ حازم. مين اللي كان بيهتم بالغسيل اللبس؟ كان حازم. وعمر كان عامل ايه؟ خرج مع اصحابه وسافر، حتى كنا ايام عيد وساب اخوه لوحده وراح يتفسح مع اصحابه. الفايبس عنده كويسه بغض النظر انا بتكلم على المسؤوليه. حازم لما بيتحط في المسؤوليه فبيشيل المسؤوليه، فده بيساعدني ان انا احس ان انا في حد في ظهري، ولكن في النهايه هو بيبقى صعبان عليا وبيبقى حزين عليه في الحته اللي هي، فبفرح بده ولكن زعلان على ده. بس انا متاكده ان هي مراحل وهيتخطاها. انا بقى مبسوط قوي والله من اجابتك دي، لانها بتفرش لسؤالي اللي جاي. فكره انك من زمان معترفه ان حازم بيغضب، دي مش بتديله الحق انه يغضب اكتر. هو قال لي لا، انت لما تقعدي كل شويه معلش اصل حازم زيي، اصل حازم بيتعصب زيي، وتقعدي تعملي الحاجات دي، ما ده بيخليه يغضب اكتر. عادي بقى، مضطرين نستحمل ده. مش لو كنت اتعاملتي معاه بشكل تاني من وهو صغير كان ممكن يطلع بيغضب بشكل اقل او بيتعصب بشكل اقل. انا عايزه اقول لك ان كل واحده، كل ام بتبقى عارفه ابنها. انا لسه حالا وانا بكلم سيف قلت له ايه، حازم وقت غضبه لو انا وقفت قصاده انا مش هستفيد، لا هو يستفيد ولا انا هستفيد، بسيبه ياخد اللي هو عايزه. بعد كده لما بيهدى انا بتكلم معاه. هو ده الاسلوب الوحيد اللي كان يمشي مع حازم. انا لما ببقى عايزه منك حاجه، شفت العصفوره يا عمر، فتبص الناحيه الثانيه فاقول لك بس شوف الشجره عامله ازاي، خد الحاجه الحلوه وانت بتعملها بس من غير ما تعرف ان انت بتعملها او ان انا عايزاك تعملها. كل واحد له اسلوبه، كل واحد له اسلوبه. انا فاهم ان انت بتتعاملي معاه ازاي. انت لما تعترفي قدامه وقدامنا ان هو عصبي، ده مش بيخليه تبقى عصبي اكتر. هو ايه لا زي بالظبط لما انا بقول انا ما بشيلش الاكل، فخلاص انا ما بشيلش الاكل وانا مش ناوي اشيل الاكل. دي انا قررت بس انا اعمل حاجه زي كده بهدف الايه، ان انا ابقى عيب على الاخرين، مش هنقول الشتيمه وخلاص، واعتبروها عيب فيا وخلاص. انتوا بقى لما اعتبرتوها فعلا عيب فيا واقريتوا ان ده عيب فيا، ما ده خلاني ما احسش بالذنب حتى لما اعمل كده. فده نفس بالظبط اللي انت عملتيه معايا. سؤال يا عمر، حازم دلوقتي هل حازم شخصيته حالا زي شخصيته زمان؟ لا، اتغيرت. لو انا بقى كنت وقفت زمان وقفت على كل كلمه وكل موقف مع حازم، انا كنت هكسر حازم، مش هخليه شخصيته تاخد وضعها لحد دلوقتي. ما هو بقى شخص حاجه تانية خالص، بقى شخصيه مختلفه، بقى هو اللي دمه خفيف في البيت، بقى هو اللي انت شخصيا بتعتمد عليه، بقى هو حتى غضبه انت ما كنتش بتحس بالغضب ده. لا فهمت. لو عكسنا، لو قلنا ان انت واحنا قبل كده ما كنتيش بتعترف قدام ان هو عصبي او بيغضب، كان ايه اللي هيحصل؟ لا انا ما اعرفش كان ايه اللي هيحصل. انا كل اللي مش كانت النتيجه ممكن تبقى احسن؟ لا انا شايفه ان هو مش سامع بودانه ان هو شخصيه عصبي وبيغضب. لا النتيجه اللي انا شايفاها دلوقتي، حازم في سنه دلوقتي انا شايفه ان هو بيتعامل بمنتهى الجديه، مش عصبي مع حد، ما بيغلطش في حد. لو انتم مش شايفين كده بقى دلوقتي يبقى انا شايف كده. انا شايف كده. يبقى انا من الاول كده. ما كانش ينفع ان انا زي ما قلت لك ان انا اكسره، ما كانش ينفع ان انا كل الناس يعني فتره كده حازم عصبي فبنبعد. انا كمان لو كنت انا حسسته ان انت عصبي كان مات بقى حازم. انا عارفه عيوب الشخصيه اللي بيبقى فيها عصبيه. تعالى جرب كده اي طفل متعصب وعايز حاجه ومامته تاخدها منه، صريخ وصوات وعياط وبتاع فبيبقى قدام الام حلين اتنين، يا اما تدي الحاجه والولد بقى هيبقى عارف كويس ان هو بعصبيته هياخد الحاجه وخلاص وهي ما فيش امل في اصلاحه، وفي ان الام بتهديه وتتكلم معاه وتدي له الحاجه وبعد شويه تفهمه ان ده احنا عند حد او دي بتاعت اخوك او دي كذا او كذا، فهي بتكسب ابنها. تبقى تربيه على مدى مش على لحظه يا عمر. شكرا. طيب يا ماما، بس احنا عايزين بقى نعرف اهم حاجه واللي انت هتعرفي تجاوب عليها. ايه الحاجه اللي بتميز حازم يا ماما؟ الحاجه اللي بتميز حازم التحدي. حازم مثلا لما جه قرر ان هو يتعلم الماني، كان جاي معاه بالصدفه، عمر قال له روح مكاني اخد الكورس مش حاجات كده، ولكن حازم تحدى نفسه وبقى بيتكلم الماني مع ان عمر بداها وما عرفش يكمل. حاجه كمان تانية برضو بتميزه ان هو عاقل، اكثر عقلا منك ومنهم. ثالث حاجه ودي مهمه، انه عارف هدفه، حتى وان كان الهدف ده على مدى بعيد، فهو بسم الله ما شاء الله عليه بيبقى عارف ان هو هيوصل له ازاي. بس يعني اكثر عقلا، يعني اكثر عقلا، يعني اكثر لما بتيجي تتكلم معاه. انا لما باجي اتكلم معاك انت بتبقى عندك نقطه معينه انت مهما كان ما بتفهمهاش ليه؟ علشان ان انت متخيل ان انت ما بتغلطش. ده حقيقه. فانا مهما قلت او مهما حد حاول يفهمك عنده نقطه ما بتعرفش تتخطاها، لان عقلك بيبقى خلاص هو انت انسان ما فيش زيك في الكون، والنقطه ديت انت الوحيد اللي فاهمها. لو انا قلت لك اصل انتوا جيل ما بتفهموش الموضوع، لو سيف كلمك لا سيف صغير مش فاهم. هو برضه جيل تاني، انا جيل
جيلي الوحيد اللي بيفهم. فجيل انا اعمل ايه؟ انا جيلي محظوظ. حد من زمايلك قال لك ان اللي انت بتعمله ده هبل، ده الشاذ أو اللي ده بقى اللي فانت بيغلط. ايوه بالظبط. لكن حازم لا، حازم لو انت اتكلمت معاه وبالعقل ومنطقت له الامور 1 2 3 وبينت النتائج وبينت السلبيات والايجابيات، هو ممكن يستجيب ليك. سيف ممكن شويه، ولكن سيف كثير الجدل زي ما احنا متفقين. لكن حازم عشان كده بقول اكثر عقلا، ان هو بيسمع اكتر، بيفهم اكتر، وبيعرف اللي حازم قدامه بيعمل بصراحه ازاي. جود ليسنر يعني. ده حقيقي. انا شخصيا اكتر حد بيريحني في الكلام، واكتر حد بيهدي الدنيا معايا يعني شويه سيف، وكتير برضو حازم. شكرا يا عمر. شكرا يا ماما. شكرا يا سيف. شكرا يا أستاذ.